السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ومتابعيني، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم إن شاء الله في فيديو النهاردة عن أسعار المحاصيل الزراعية، فول الصويا والذرة الصفراء والقمح والفول والسمسم، وهنتكلم فيه عن أسعار القطن وأسعار البرسيم، وهنتكلم فيه عن آخر حالة السوق للأرز الشعير والأرز الأبيض ومخلفات الأرز. أستأذنكم أصحابي نثبت حضور ونصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ الفيديو بسم الله. وأول تحديثات معنا النهاردة أصحابي لفول الصويا. سجل سعر طن فول الصويا تركيز 44% 29500 جنيه للطن. سجل سعر الطن قزب فول الصويا تركيز 46% 30500 جنيه للطن. أما عن متوسط سعر قشر فول الصويا 7500 جنيه. سعر زيت الصويا المكرر 27000 جنيه. زيت الصويا النهاردة أصحابي عامل 43000 جنيه. أما عن الذرة الصفراء النهاردة أصحابي البرازيلي والأرجنتيني عاملين 15500 جنيه للطن صب أرضه. أما عن سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني والأمريكي والروماني والبلغاري عاملين النهاردة 14200 جنيه للطن صب أرضه. الذرة الصفراء البلدي الأبيض النهاردة أصحابي عامل 13500 جنيه للطن تعبئات أرضه. أما عن الذرة الصفراء البلدي الأصفر النهاردة الذرة الصفراء البلدي عامل 14000 جنيه للطن تعبئات أرضه. الجيلوتين عامل 48500 جنيه للجيلوتين المحلي، والجيلوتين المستورد عامل 47500 جنيه للطن. أما عن أسعار النهاردة أصحاب السمسم، أسعار السمسم تتراوح من 62 ل 65 ألف جنيه. النهاردة أردب الفول عامل النهاردة أصحابي من 4000 ل 4500 جنيه للأردب. كيلو الفول البلدي ب 30 جنيه، والفول البلدي المجروش سعر الكيلو من 35 ل 40 جنيه. أسعار القمح النهاردة أصحابي، أسعار أردب القمح النهاردة الأردب ب 1700 جنيه للأردب، والأردب زي ما احنا عارفين 150 كيلو. القمح المستورد النهاردة عامل أصحابي السعر يتراوح من 12200 جنيه ل 12700 جنيه للطن صب أرضه. أما عن سعر الفاصوليا النهاردة أصحابي الفاصوليا من 41 إلى 42 ألف جنيه للطن تعبئات أرضه. سعر القطن النهاردة جيزة 94 عامل 6700 جنيه للإنطار، والإنطار زي ما احنا عارفين 157 كيلو. البرسيم وصل سعره ل 7000 جنيه. ويلا بينا أصحابي نشوف عرض وتحديث أسعار الرز الشعير والرز الأبيض ومخلفات الأرز، وهنقول كلمتين مهمين جدا. حالة سوق الرز الشعير النهاردة أصحابي في أول اليوم بعد ارتفاع سعر الرز الشعير في الأسبوع الأخير لحد ما كان وصل سعره ل 15000 جنيه، بعد ما كان وصل وانخفاض ل 12000 جنيه في الأيام اللي قبل كده للطن الواحد. شفنا في الأيام اللي فاتت معروض كتير في الرز الشعير واللي كان عنده رز مخزنه وطلعه عشان يلحق السعر، وده من حق كل واحد، المكسب ده من حق كل حد. والسوق مبني أصحابي على العرض والطلب، فلما كان العرض كتير والمعروض كتير من الرز الشعير بقى موجود كتير، والرز الشعير بقى موجود كتير في السوق. نزل سعره تاني وانخفض من 500 إلى 700 جنيه للطن في يوم واحد بس فقط أصحابي. بس هل المعروض اللي كان في المخازن كفى السوق؟ لا طبعا، ودي كانت حركة من التجار يعرفوا بها كمية المخزون من الرز الشعير في المخازن المستخبية. وكده كلنا اتأكدنا أصحابي، والناس كلها اتأكدت إن بالفعل مفيش رز شعير متخزن هيكفي الأيام اللي جاية ديت، الرز اللي هو القديم، ولو موجود هيبقى الموجود كمية قليلة جدا ما تساعدش السوق إنه يقف على رجليه تاني، ولا تخلي المضارب تشتغل وتكفي طلبيات الرز الابيض المطلوبه منا وبكثره جدا. اصحاب الرز الابيض فاضي تماما، ومحتاجين رز شعير نشغل به المضارب يكفي الطلبيات المطلوبه منا. وده هتبقى حركه تثبيت السعر للرز الشعير الجديد، هتبقى دي حركه، وبكره تقولوا ان في قناه السعيد البورصه السعيد عبد الفتاح ان دي هتبقى حركه لتثبيت الرز الشعير الرز الجديد اللي على الابواب ان شاء الله. وممكن بعد 15 يوم او 20 يوم نشوف بشاير الرز الجديد، وكل عام وانتم بخير. والكل مترقب ومتخوف من الاسعار. الفلاح يتمنى غلاء الاسعار وتحسن السوق، وده من حقه كراجل منتج، لان زرعة الرز الوحيدة هي اللي بتعوضه شوية عن المحاصيل التانية. التاجر والمضارب مستنيين ينزلوا في الاسعار عشان يلعبوا بالسوق
ويعبي مخازنه ويعمل زي السنة اللي فاتت، يشتري ب7 و8 و9 ويبيع ب20,000 جنيه. اما المستهلك الطيب اللي زي وزي حضرتك مستني انخفاض الاسعار عشان يخزن لاولاده، الناس اللي في القرى والناس كلها عارفه كده، اللي بيشتري ب4 شكاير واللي بيشتري 5 شكاير، بيشتري 10 شكاير عشان يكفي اولاده طول السنه. الرز علا، الرز نزل، هو مش شاغل دماغه لان اكل عياله موجود عنده في البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والغلاء، ونصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا أصحابي نشوف أسعار الرز الشعير والرز الأبيض لهذا اليوم. سجل سعر الأرز الشعير الحبة العريضة، السعر يتراوح من 13,800 جنيه إلى 14,000 جنيه للطن والصاع للمضارب. أما عن سعر الأرز الشعير الحبة الرفيعة، السعر يتراوح من 12,800 إلى 13,000 جنيه للطن والصاع للمضارب. أسعار الأرز الأبيض مقارنة بأسعار الأرز الشعير ومخلفات الأرز. سجل سعر الأرز الأبيض الحبة العريضة أعلى جودة، غير مخلوط، مخدوم كويس من المضرب، زيت وبخار وسوليتكس وشكرة كمبيوتر. السعر يتراوح من 20,800 جنيه إلى 21,000 جنيه للطن من أرض المضرب، كسر 8-10%. سجل سعر الأرز الأبيض الحبة الرفيعة أعلى جودة، غير مخلوط، زيت وبخار وسوليتكس وشكرة كمبيوتر، كسر 8-10%، من 19,300 جنيه إلى 19,500 جنيه للطن من أرض المضرب. مخلفات الأرز، السرسة المطحونة عامل 1,600 جنيه للطن من أرض المضرب. أسعار الكونة 10,500 جنيه للطن من أرض المضرب. سعر كسر الأرز الناعم النهارده أصحابي 12,500 جنيه للطن من أرض المضرب. أسعار مخلفات الأرز النهارده أصحابي والرز الشعير النهارده، أغلبية مصانع الأعلاف بتاخد الرز الشعير ومخلفاته في صناعة الأعلاف، وده حاجة أول مرة نشوفها في غلاء الأسعار النهاردة، ونزول أسعار الشعير وارتفاع أسعار الذرة الصفراء والذرة البيضاء. أما عن سعر كيلو الرز الأبيض في الأسواق النهاردة أصحابي، تبدأ من 17 جنيه، وفي ب20 جنيه، في ب23، في ب25، في ب30، وفي ب35 جنيه سعر الكيلو النهاردة، اللي هو الرز المعبأ في الهايبرات والسوبر ماركت الكبيرة. أستأذنكم أصحابي في نهاية الفيديو عمل لايك للفيديو، لايكات كتير أصحابي وإعجابات للفيديو عشان خاطر الفيديو يرفع لفوق والناس كلها تستفاد من الأسعار وتشوف حالة السوق ماشية ازاي. وما تنسوش أهم حاجة تعملوا اشتراك في القناة تشجيعا لنا بالاستمرار وتقديم كل المعلومات عن الأسعار اللي بتهمك في حياتك اليومية. ادخل على قناتنا، قناة البورصة السعيد عبد الفتاح، هتلاقي فيديوهات كتيرة هتهمك في الأسعار. ولا تنسى صاحبي تفعيل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصلك كل الاشعارات بكل الفيديوهات اللي احنا بننزلها. ولا تنسى اهم شيء ذكر الله، لا اله الا الله، والصلاة والسلام على حبيبي وحبيبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة دائمة طيبة مباركة باقية الى يوم الدين. والسلام عليكم.